المعلومة. ناخذ معنا عصام محجوب. دكتور مرحبا بك. عسلامة أخوي صفوان، شنو حوالك؟ الحمد لله. كنت تسمع في وسام، نحب تعليقك وتعقيبك على الكلام اللي كنت تسمع فيه توا. المشاكل الطوال، الفروع الأربعة ولات في أزمة. قبل كنا نحكيو برشا على الفوت، الآن حتى الهوند الباسكيت الفولي دخلوا على الخط. صحيح، هذه المشكلة التوا اللي عندنا في الإيطوال مالوريسمون، ومعناها هذه كما نقولوا السادات دوبوي ان بو مومون، معناها بور نو با دير تو. دونك مع الأسف معناها هو تكتل نتاع ديون ثابتة نتاع حكم مش رشيدة أكوتي، معناها ما فماش اون بون جيستيون كو سوا في الفلوس كو سوا في الافكتيف كو سوا لو كي في كوا، معناها الانسان المناسب في المكان المناسب. وهذا البروبليم اللي انا نقول اللي هو اكبر مشكل في الإيطوال اللي اليوم مع الاسف مع غياب المسؤولين الجديين والصحاح بين الظفرين تلقى اشباه المسؤولين اللي هم دايرين بالإيطوال اليوم، واللي هم معناها يتصرفوا ويدخلوا في كل شيء. وكما سمعت خويا وسام حكى على السمسارة، جو سوي تو افي داكور افيك لوي. بريسك هذيك هي ليماج مع الاسف اليوم اللي هي موجوده في الإيطوال مع السونتر دو فورماسيون كي اكوتي، مع برشا حاجات معناها بالحق قاعدين نعيشوا في وضعيه خاصه برشا. دعم هنا فما بالله الملاحظه نتاع الجماهير خويا صفوان. فما الجماهير واللي نعرفهم احنا واللي انا شخصيا نعرفهم سادات معناها مع متابعتي لكل قدم ونجم الساحلي من الثمانينات للتسعينات لاخر التسعينات. ومن بعد شدنا لا نيسونس ولا لا كرياسيون دي جروب. وهنا ثم تغير وتحول في الصوره نتاع احباء اللجنه بالساحلي، ولات عندنا مجموعات في معناها مقابل وقع معناها تراجع ولا ازدثار ولا معناها اضمحلال الخلايا الرسميه والفعليه للنجم بالساحلي. قبل كيف نقول لك انا مثلا تمشي من اقصى الشمال لاقصى الجنوب تلقى خلايا احباء النجم بالساحلي، راهو سيتيفيكاتيف. كيف نقول لك انا راني نتكلم بالمليون خاطر انا اون كونيسونس دو كود، وين الوالد نتاعي معناها يسكن في كسور، وكان هو رئيس خلية احباء النجم الساحلي بكسور والشمال الغربي ككل. دونك كيف نحكي لك كيف يلموا معناها الانخراطات من عند احباء النجم الساحلي بجهه، وين تتم المونطون يمشي يصب في الكيس ديريكتومون نتاع الإيطوال. انا تمنيت كما قال ولاد خويا وسام على بين الظفرين لي فيتيران والرئيس والجمعيه الشبكه العالميه وكذا، لان اللومي الكبير والاكثر خاطر ممكن هذوك ما عندهمش ريسورس. اللومي الاكبر على الجروبات اللي مش قاعد نشوف فيها اليوم. هنا اكثر من اللي نلوم على الجمعيات ولا هذوما، معناها خاطر بدات اصلا ما عندهمش فلوس. مي الجروبات وينهم؟ الجروبات اللي في دخله ولا في عيد ميلاد ولا حاجه يصرفوا مئات الملايين باش نقول اكثر. دونك هنا اليوم انت اللي دول حاسه بيه وانت مش مدير في ايدك، انت تتفرج على التالي. وانا نقول لك قبل معناها كيف وصلت فما خلايا احباء كان فما ان مونطون يوصل محترم جدا من خلايا احباء للكيب، والمونطون كله صدقني معناها راهو دي مونطون كيف جيت تلم انت خليت عقارب خليت نابل تونس العاصمه توصل معناها في اللي صار في البريود هذيك في التسعينات معناها كيف يلموا لك 200 مليون راهو كان دور شيفر في الفتره هذيك. احنا اليوم معناها هذه بعدنا برشا عليه، وليت فترة الجروبات والجروبات فيها تبعية، الجروبات هي تبع السيد هذا والجروب هذا تبع الفئة هذه، واحنا كيكا
تقسم الجمهور، ما عادش كونسنتراسيون، ما عادش الاتفاق نتاعو حول الجمعيه اللي هو اصلا الباكينه نتاعو محلوله على الجمعيه هذه. معناها احنا تمنينا، انا شخصيا تمنيت معناها يعملوا اون اكسيون، يعملوا حاجه مستعدين. انا ما نعرف الشباب اللي موجودين في الجروبات هذوما والبوتنسيال اللي عندهم، كان وصفوا البوتنسيال هذه لمصلحه النجم الساحلي. النجم الساحلي خير من هكا برشا برشا برشا، خاطر عندهم افكار، عندهم ديزيدي جديده متجدده، وينجموا هما يحطوا الحلول. ايوه. لكن يا عصام، اليوم الجمهور قال لك انا عييت اني دفعت، لكن اليوم الرئيس والمسؤولين وين هما اليوم؟ والمشكله الجمهور يعرف انه المسؤولين والرئيس، نحكي على السيد عثمان الجنيح، يعرف اليوم انه الجمهور عنده قادر انه من هذه المسؤولين والرئيس قادرين يخرجوا النجم هذا الساحلي من الازمه. قال لك اني اليوم عييت من دفع الفلوس، وعييت اني قاعد نحاول ندفع، لكن ما فماش شكون اللي من المسؤولين ومن اللاعبين السابقين والرئيس شكون اللي قاعد يحاول يعاوننا وقاعد يدز معنا انه نقدموا في المرحله هذه. صحيح جو كونفيرم. معناها كما نقولوا اليد وحدها ما توافقش. صحيح. هو القفه تتهز عندها زوز نيت، معناها تهزها من هنا ومن هنا. معناها مش نتكيو كلنا على الجمهور، وزاد مش نتكيو في ناخذ النيه على رئيس جمعيه. معناها يلزم هذا وهذا، مش جنب على جنب. هنا مالوريزمون اليوم نلقاو مالجري لي ديفور اللي هما محترمين، راهو حسب اخر معناها شيفر هذه يفوت من المليار لموهم الجماهير. صحيح، لكن المتبقي 5 مليارات. دونك في المقابل كيفاش المتبقي لحد الان 5 مليارات راه. اي فاهم. نحكي لك انا تاريخيا جمهور ايطوال بتدخل لكيسة ايطوال مليار، راها سيتين اكسبسيون. فهمت خويا؟ مي اون كونتر بارتي معناها الهيئه المديره وعلى راسها السيد عثمان زايد حساب ولا مدير ولا نعرفش بالضبط، هو ما تعمل حتى امبيجيت ولا امبيجيتور. هذا اللي يخلي الجماهير معناها بصراحه تعطي موقفها هدايا وتتغشش ومعناها وتقول انا ما عادش نجم نعطي، خاطر ما فماش رؤيه، ما فماش فيزيون افيح في المستقبل اللي يقول لك هيا هكذا. انا في الوقت هذا انا تعبت شخصيا. نحب نذهب الغيري باش يجي يدخل. هو من المؤكد عصام فما جلسه مرتقبه في الايامات القادمه وين باش يتم تعيين حامد كمون رئيس نجم الرياض الساحلي. اي فاهم، يتم تعيينه. ايش معناها يتم تعيينه؟ يتم تعيينه هيئه تسييريه خويا صفاء. صحيح. احنا مش هذا المطلب نتاع اي انسان عاقل. اي انسان عاقل يستنى في انتخابات شرعيه وقانونيه يدخل بها ام بيرو بالبروجي نتاعو بالاستراتيجي نتاعو وببنيته، ويبدا عنده مشروع والبيرو جديد ويخدموا على رواحهم. هذا هو راهو. لكن يا عصام شكون اللي باش يتقدم لك اليوم؟ شكون انا الشخص او الهيئه اليوم اللي باش تتقدم لرئاسه النجم الرياضي الساحلي في هذا الظرف اللي موجود فيه الاتوال اليوم؟ ماهوش ظرف. انا راه خويا تصوير العباد كلها اول شيء انا نعرف ريزون دافير كيف يحط 10 مليارات كانه حط 100,000. لكن لهنا رجال الاعمال الولاد ما عادش تحب تستثمر في الرياضه ككل. ماشي حتى كان النجم الرياضي الساحلي اليوم رجال الاعمال قالت لك اني عييت وتعبت من الرياضه ومن الاستثمار في الرياضه، وما عادش فما عائد، ما عادش فما دخل من الرياضه. نعرف قبل القانون اللي كان جزء في اللقطه هذه يا عصام، جزء في اللقطه هذه نعرف قبل اي رجل اعمال ولا صاحب شركه قبل كيف يستثمر والا يعاون جمعيه فما مقابل، فما حاجه باش تتنحى لهم بعض، لكن تو تنحات ما عادش موجوده. هو مش مقابل، هو فما الاداءات معناها الاداءات هذيك فما حاجه معناتها عنده باش ترجع له باش تتنحى له من الاداءات، فما لامبو باش تتنحى، لكن تو ما عادش تتنحى. هذا ممكن هذه ولات الحاجه اللي اليوم ولا يتهربوا منها رجال الاعمال اليوم ما عادش يحبوا يعاونوا. هذه ممكن الحاجه اللي نشوفها. انا شو نقول لك، ممكن كيف يتبدل قانون الجمعيات تتبدل الكلام. ان شاء الله احنا كيف تولي شركه
تشوف رجال الاعمال كل تولي تهافت عليها. وهذه انا المشكله توا، انا المشكله في اون خاطر كما ينجم يكون بعد شهر، كما بعد شهرين قانون الجمعيات يتبدل، كما بعد عام وعامين وثلاث سنين ولا بعد 10 سنين. دونك مش انا مش نقعد انا كنجم نادي ساحلي مرهون في قانون يتعدى ولا ما يتعداش. اليوم يلزم احنا او موا نتعداو ليتاب اخرى. يا خويا احنا علاش نحكموا من الحقيقه؟ نشوفوا الترجي الرياضي التونسي معناها والهيكله نتاعو والفورماسيون، هو توا الترجي الرياضي التونسي سي كوم سي اون سوسيتي دون ان كلوب، هما يتعاملوا كانها شركه في وسط جمعيه بقانون الجمعيات القضيه. مي انتيليجامون اجى خويا ما هو علاقات وحكيهم بحثهم وشوفوا، وانا متاكد اللي يعرفوا كيفاش يتصرفوا في الترجي الرياضي التونسي. دونك انا هنا انا شخصيا نشوفوا ليكزومبل اللي احنا ما بعدناش ما خرجناش باش ما نعطيكش اكزومبل من برا تونس. ما قلتلكش لا الجزائر لا مصر اللي هما دي سوسيتي ولا في بلدان اخرى، انا في تونس. احنا شكون الفريق اللي مهيكل ومنظم اليوم في تونس؟ هو الترجي التونسي. مش قوت فلوس ولا مش تقولوا الرئيس يضخ لا يضخ، اما اونطونت البارتي فما حاجات، فما بيبليسيتي، فما خدمه، فما برشا حاجات. دونك هنا نتعلموا يلزمنا من اللي خير منا، ما فيهاش عيب كيف واحد يتعلم من اللي فات واللي فاتوا ومعناها يقدم باش يقدم هو يحسن من الموضوع، خير من يقعد يلوج على لي ديفايونس لي زوتر ويقعد هو ديما غاطس حاجاكم في الخايب معناها في الحاجات الجايه. دونك هذه احنا سهله اليوم بور ساكوموتي سادابتي افيك معناها السيتياسيون تاعنا اكتويل، لازمنا ناخذوا نتعلموا من جيراننا. الجار نتاعنا اللي هو بلوز او موا في وضعيه خير منه، ولو انه احنا وقت اللي هزينا الشامبيونز ليج بصراحه كنا بعد برشا على بقيه الفرق، ولكن ما عرفناش نستغلوا الفتره هذيك، ما عرفناش نستغلوا الفلوس اللي دخلت للنجمة الساحلي، ما عرفناش نستغلوا كيف طلعنا القمه نحافظوا على القمه هذيك مع الاسف. ولا انا ناكد لك ان احنا عرفنا نستغلوا رانا خير اصلا من الاهلي المصري مش خير من الفرق التونسيه. دونك هنا هذه فرق بين سياسه معينه ولا استراتيجيه معينه ولا منظومه وسياسه اخرى. دونك هنا مع الاسف انا با سو اكسبلوري واكسبلواتي اللي وصلنا له 2007 بعد الشامبيونز ليج والمشيه في كوب دو موند دي كلوب. بار كونتر دوتر كلوب عرفوا كيفاش ينفستيو ويدخلوا فلوس من اي انجاز يعملوا. معناها هذه احنا الديفو. علاش انا اليوم قلت معناها ترجي اليوم هو المثل اللي يقتدى به في الاموا في الجستيون تاع الفريق نتاعهم من الناحيه الاداريه يا خويا، مش حتى من الناحيه الكرويه، من الاداريه التسييريه بكل خاطر هذاك هي الامور التسييريه اللي خلت نجم هذا الساحلي في الوضع هذا. شكرا لك دكتور عيسى. عايش يا خويا. حسام